السلام عليكم متابعين قناة المغرب الآن تيفي. خبر اليوم خلق موجة غضب كبيرة وسط المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما انتشر فيديو صادم لطفل قاصر وهو كيشرب الخمر وسط تشجيع وضحك من أشخاص كانوا حاضرين معه. الفيديو خلى الناس يتساءلوا: فين هي المسؤولية؟ وفين هي حماية الأطفال؟ خليكم معنا للتفاصيل الكاملة. خلال الساعات الأخيرة تداول آلاف المغاربة فيديو كيظهر فيه طفل صغير وهو كيمسك قنينة خمر وكيشرب منها وسط أجواء وصفها كثيرون بالخطيرة والصادمة. الواقعة أثارت استياء واسع، خصوصا أن الطفل باين عليه صغير بزاف، وهذا الشيء اعتبروه عدد من النشطاء اعتداء واضح على براءة الطفل وسلامته النفسية والجسدية. الفيديو انتشر بسرعة كبيرة على فيسبوك وتيك توك وخلى موجة تعليقات غاضبة من طرف المواطنين اللي طالبوا بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية وتحديد هوية الأشخاص المتورطين في هذا الفعل. عدد من الحقوقيين والجمعيات المهتمة بحقوق الطفل دخلوا على الخط وأكدوا أن أي استغلال لطفل بهذه الطريقة يعتبر أمر خطير وغير مقبول، خصوصا إذا كان الهدف منه التصوير ونشر المحتوى من أجل المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. ردود الفعل كانت قوية بزاف، وكاين اللي قال بأن مواقع التواصل ولات كتشجع بعض الناس كيديروا أي حاجة من أجل البوز، حتى ولو كان الثمن هو تعريض طفل للخطر. بينما طالب آخرون بعدم إعادة نشر الفيديو الأصلي احتراما لخصوصية الطفل وحتى ما يزيدش الضرر النفسي ديالو. وفي نفس السياق طالب عدد من المغاربة بتطبيق عقوبات صارمة على أي شخص يثبت تورطه في هذه الواقعة باش ما يتكررش هذا النوع من التصرفات مستقبلا. دابا السؤال اللي مطروح بقوة: واش مواقع التواصل ولا تسبب في انتشار تصرفات خطيرة بحثا عن الشهرة والمشاهدات؟ واش يكون خاص يتحمل المسؤولية في هذه القضية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات ومتنسوش تديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناة المغرب الآن تيفي باش يوصلكم كل جديد وحصري.